واحدة من دول المغرب العربي، دولة قد لا نسمع عن أنها جزء من أي صراع ونشعر أنها تعيش في هدوء، ولكن الحقيقة غير ذلك. إن موريتانيا تعبر عن الصحراء التي تتصارع عليها العيون الخفية. عندما تنظر إلى خريطة شمال إفريقيا تجد موريتانيا مثل قطعة أرض هادئة على هامش الأحداث، لكن خلف هذا الهدوء الظاهر تدور واحدة من أعقد الصراعات الدولية في المنطقة. صحراء واسعة، موارد هائلة، موقع استراتيجي يربط المغرب العربي بغرب إفريقيا. كل هذا يجعل موريتانيا ساحة مفتوحة لمشاريع النفوذ والتقسيم. لماذا؟ أولاً، بوابة على المحيط الأطلسي. موريتانيا ليست مجرد بلد صحراوي، فهي تطل على واحد من أغنى السواحل بالثروات البحرية في العالم. ساحل طويل على المحيط الأطلسي مليء بالأسماك والغاز وربما النفط. هذه الثروات جعلت القوى الكبرى وعلى رأسها فرنسا تضع البلد تحت مجهر الاهتمام منذ استقلاله سنة 1960. ومع دخول شركات أجنبية للتنقيب عن الغاز في الأعوام الأخيرة بدأ الحديث عن أن مستقبل موريتانيا لن يكون كما هو الآن. ثانياً، الصحراء ليست فراغاً. أغلب مساحة موريتانيا صحراء، لكن هذه الصحراء ليست فارغة، إنها امتداد طبيعي للصحراء الكبرى التي تعتبر مفتاحاً لربط شمال إفريقيا بغربها ووسطها. هذه المساحة الشاسعة كانت دوماً ممراً للقبائل وللتجارة وللجماعات المسلحة أيضاً. ومن هنا تأتي خطورة أي فراغ أمني، لأنه يمكن أن يفتح الباب أمام تحركات تهدد استقرار المنطقة كلها. ثالثاً، لعبة المثلث الذهبي. موريتانيا تقع بين 3 مناطق مشتعلة: المغرب والصحراء الغربية في الشمال، مالي التي كانت تعاني من تمردات وصراعات قبلية وإرهابية، السنغال في الجنوب وهي لاعب مهم في السياسة والاقتصاد الإقليمي. هذا الموقع يجعل موريتانيا جزء من المثلث الذهبي الذي تتحرك فيه مصالح القوى الدولية، خاصة في ملف الصحراء الغربية، حيث تحاول كل الأطراف ضمان أن نواكشوط لا تميل بالكامل لطرف دون الآخر. رابعاً، النفوذ الفرنسي واللاعبون الجدد. منذ الاستقلال كانت فرنسا الحاضر الأكبر في موريتانيا عسكرياً واقتصادياً، لكن السنوات الأخيرة شهدت دخول لاعبين جدد مثل الصين التي تستثمر في التعدين والذهب، تركيا التي توسع حضورها في البنية التحتية والمواني، الولايات المتحدة التي تراقب عن كثب ملف الغاز والطاقة. هذا التزاحم جعل موريتانيا تتحول من ساحة نفوذ فرنسية خالصة إلى ساحة منافسة دولية شرسة. خامساً، الغاز، نقطة التحول الكبرى. مشروع الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال والمسمى السلحفاة الكبرى هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في إفريقيا حالياً. إذا بدأ الإنتاج الفعلي بكميات كبيرة فقد تتحول موريتانيا إلى لاعب اقتصادي قوي، وهو ما قد يغير موازين القوى في المنطقة. لكن الموارد الضخمة غالباً ما تجلب معها التوترات والصراعات، خصوصاً إذا حاولت أطراف خارجية السيطرة عليها. سادساً، ورقة الجماعات المسلحة. شمال موريتانيا ظل فترة طويلة مسرحاً لتحركات جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ورغم أن الجيش الموريتاني نجح في الحد من نشاط هذه الجماعات، فإن خطرها لم يختفي تماماً. هذا الملف الأمني قد يستخدم مستقبلاً كذريعة للتدخل أو الضغط على الحكومة. سابعاً، السؤال: هل يمكن تقسيم موريتانيا؟ فكرة التقسيم ليست ظاهرة على السطح، لكن بعض السيناريوهات الغربية تتحدث عن احتمال إعادة رسم الحدود في منطقة الساحل. في هذه السيناريوهات تصبح موريتانيا جزء من ترتيبات إقليمية جديدة تربط الشمال الإفريقي بوسطه، وقد يتم فصل مناطق الشمال عن الجنوب إذا تصاعدت الأزمات. وأخيراً، موريتانيا بلد على خط التوازن. موريتانيا حتى الآن تمشي على حبل دقيق بين الأطراف المختلفة،
وتحاول الحفاظ على الحياد في ملفات حساسة، لكن مع تزايد أهمية الغاز والموقع الجغرافي قد تجد نفسها قريبا أمام اختيارات صعبة، إما أن تكون جزءا من مشروع إقليمي متماسك أو أن تتحول إلى ساحة صراع مفتوح. ملف التقسيم في المغرب العربي ليس خيالا، ولكنها محاولات وتفسيرات وتحليلات لأحداث موجودة بالفعل. نرجو أن نكون قد نجحنا في لفت الانتباه